السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اسعد الاحوال يا رب العالمين. النهارده هنجهز غدا مع بعض، غدا سريع، غدا بسيط اقتصادي. يعني كل يوم بنحتار هنتغدى ايه النهارده، والسؤال البايخ اللي بنساله لبعض كل يوم: هتاكلوا ايه النهارده؟ هتاكلوا ايه النهارده؟ بصراحه الواحد بيحتار. النهارده قلت انا هعمل حبه حاجات كده من البيت، يعني اكلة عيش بس كلها خضار، كلها حاجات مفيده. ان احنا في موسم القرنبيط، وده موسم لازم نستغله. انا عن نفسي بحب القرنبيط جدا، من اهم الخضار بالنسبه لي القرنبيط والبسله. والنهارده عندي قرنبيط، هنعمل قرنبيط مقلي، وهنعمل قرنبيط صينيه، وهنعمل جنبه شويه حاجات تانية. هتشوفوا معايا النهارده هنعمل ايه. يلا كده نبدا الفيديو عشان ما اطولش عليكم. انا طولت النهارده ورغيت كتير. تعالوا النهارده نشوف هنعمل القرنبيط وهنعمل معاه ايه، ويمكن نعمل كمان جنبيه تورتايه كده. فتعالوا نكمل مع بعض الفيديو ونشوف هنعمل مع بعض ايه النهارده. خليكم معايا. زي ما انتم شايفين معايا القرنبيط، وهنا انا حاطه الميه اللي هسلق فيها القرنبيط، حاطه فيها كمون وملح وبهار، 7 بهارات، ومعاها رشه قرفه خفيفه علشان تدي طعم وريحه للقرنبيط بتاعي وهو بيتسلق. هبدا اقطع القرنبيط بتاعي واجهزه، وبعدين هسلقه كله. انا عامله حله كبيره علشان احطه كله مره واحده. فانا هقطع القرنبيط، خليكم معايا. انا هشيل دي دلوقتي. مش عايزه اعمله كبير قوي، يعني ايه، دي هقسمها كده 2. زي ما انتم شايفين معايا كده بدأت اضيف القرنبيط بتاعي عشان يتسلق. وزي ما انتم شفتوا معايا انا حطيت معلقه كركم كمان، كنت هنساها. بحب احطها مع القرنبيط علشان تزود من قيمته الغذائيه، وكمان تديله لون حلو. هنا زي ما انتم شايفين معايا، شوفوا لون القرنبيط مع الكركم ازاي حلو. وهنا انا بشوي بتنجان عشان اعمله بابا غنوج. زي ما انتم شايفين كده، الكاميرا مش جايباه قوي، بس انا حاطاه على عيني التانية يتشوي على ما ايه اسلق القرنبيط بتاعي. هنا زي ما انتم شايفين انا خلاص سلقت شويت البتنجان زي ما انتم شايفين، وهبدا اعمل الصلصه بتاعت صينيه القرنبيط. قطعت بصلايه، وهنا القرنبيط مسلوق زي ما انتم شايفين. عملت كميه كبيره قوي، يمكن اعملها كلها ويمكن لا، على حسب ما انا هحتاج. هحط زيت بس للبصله علشان اخدلها كده، وبعد كده هحط لها عصير الطماطم. هشيل بقى دي وهبدا اقلي القرنبيط بتاعي. هنا انا حطيت الزيت بتاع قلي القرنبيط يسخن على النار، وحاطه البصلايه ادخلها بقى واحط لها عصير الطماطم. زي ما انتم شايفين كده. هنا زي ما انتم شايفين انا حطيت معلقتين دقيق على معلقتين نشا، وحطيت عليهم شويه ميه، وحطيت عليهم نفس البهارات اللي انا حطيتها في سليق القرنبيط، ملح، فلفل، بهار لحمه، وايه كمان، وكركم. دلوقتي ايه، بعد ما حطيت الدقيق هحط بيض معايا، بيضتين كده هحطهم معاهم زي ما انتم شايفين معايا كده، عشان انا عندي ما بيحبوش البيض قوي في القرنبيط، فبعمله بالطريقه دي بحيث ان البيض ما يبانش قوي معايا بتاع. عملنا صوص تقيل كده،
كده تمام. خلص. هقلب بقى القرنبيط فيه وعلى طول على الزيت السخن نقلي، وهشوفكم بعد ما نخلص قلي. هنبدا ناخد قطع القرنبيط نعكها كده في الصوص بتاعنا ده زي ما انتم شايفين كده، ومنخليهاش شايله كتير برضو، ونضيفها الزيت على طول. هنعمل كله بالشكل ده. نهدي عليها النار ونكمل الزيت. هنا خلاص البصله بدات تاخد لون معانا. هنحطها عصير الطماطم وهسيبها تتسبك. هنزلها البهارات ملح وفلفل معلقه صغيره كده، خليط الملح وخليط الفلفل والبهار شويه من الشطه، وهسيبها تتسبك بقى، وبعدين هنطلع اللي اتحمر نحطه فيها. خليكم معايا. هنا زي ما انتم شايفين انا حمرت الكميه اللي هعملها في الطماطم، والطماطم بتاعتي اتسبكت وبقت تمام. هضيف بقى الجزء اللي انا هعمله بالطماطم ده هنا عشان ياخد غلوه كده، وبعد كده هحط عليه. انا كده كده بكمل تحمير بقيه القرنبيط اللي انا سلقاه. بس كده هنغطيها بالسبك وهكمل تحمير القرنبيط بتاعي. بعد ما خلصت الطبيخ بتاع الغدا بتاع النهارده عملت بتنجان طحينه زي ما انتم شايفين معايا، عملت القرنبيط وطماطم زي ما انتم شايفين برده معايا، وهنا القرنبيط المحمره اهو تمام. هعمل لهم دلوقتي كيكه، خليكم معايا. هنبدأ دلوقتي نجهز الكيكة بتاعتي زي ما انتوا شايفين معايا معلقتين كبار كاكاو ومعلقة كبيرة من اللبن البودرة. ممكن نستغنى عن اللبن البودرة لو هنستعمل لبن طبيعي. هنا حطيت كوباية مية وكوباية سكر وكوباية من الزيت. هنضرب كل ده في الخلاط لحد ما تتقل معايا وتبقى سميكة شوية، تعلم في المعلقة يعني. وكده هكون خلصت معايا صوص الشوكولاتة بتاعي. هفضل مشغلة الخلاط ومعاه ومتابعاه لحد ما يتقل معايا. هاخد نص الكمية. شوفوا التقل بتاعها طالعه ازاي جميله وتقلها حلوه كده زي ما قلت لكم، معلمه معايا في المعلقه. هو ده السمك اللي انا محتاجاه. خدت نص الكميه والنص التاني هكمل عليه مقادير الكيكه بتاعتي. معايا بيضتين هضيفهم للصوص الشوكولاته، ومعايا ايه تاني، كوبايه من السكر او على حسب ما انت بتحبي السكر بتاعك زياده او مظبوط. انا حطيت كوبايه من السكر معاها كوبايه ميه ومعلقه كبيره من الخل، حوالي ربع فنجان صغير من الخل. هضرب كل ده في الخلاط مع كوبايه من الدقيق. هنزل الدقيق بتاعي تدريجي، مش هحط كل الكميه مرة واحدة. انا مجهزة كوبايتين دقيق، وبعد كده ضفت كمان حوالي نص كوباية لان لقيت الصوص او الكيكة لسه خفيفة عايزة شوية من الدقيق، فانا زودت كمان نص كوباية. يعني الكيكة دي خدت كوبايتين ونص دقيق. حطيت الكوباية الاولانية وحطيت معاها كيس البيكنج باودر زي ما انتوا شايفين معايا كده، وبعد كده ضفت الكوباية التانية من الدقيق.
وشوية وكمان، وحطيت نص الكوباية. وطبعا مجهزة الصينية بتاعتي ومبطناها، والفرن بتاعي طبعا مشغلاه من اول ما بدأت اعمل الكيكة عشان يبقى سخن معايا. لازم الكيكة تدخل على فرن سخن يا جماعة، طبعا كلنا عارفين ده. وزي ما انتوا شايفين معايا كده الخلاط ملحوس الدنيا، وهو تقريبا اتخرم من تحت، مش عارفة ايه اللي حصل له. فخر بقى على الخلاط وعلى الحيطة يعني ما شاء الله بوظ الدنيا، بس مش مشكلة، نلم الدنيا بعدين. خلاص فضيت كل الكيكة بتاعتي، الصوص اللي في الخلاط ضفته في الصينية. هاخدها كده رزعتين كده شوية على الحوض كده جامدين، بحيث انها تطلع الهواء اللي جواها. وكده بعد ما طلعت من الفرن طلع جميلة جدا وسفنجية وعالية كده، وحاجة كده بصراحة تحفة تحفة تحفة. هضيف لها صوص الشوكولاتة وهقطعها واقدمها. هنا طبعا كنت خلصت بقى الغدا وجهزته. زي ما انتم شايفين معايا الفيديو بتاع النهاردة بسيط وسهل جدا، أكلة بسيطة اقتصادية، يوم من وسط الأسبوع كده نعمل فيه أكلات من البيت ما مش مكلفة، وفي نفس الوقت تغيير عن اللحوم والأسماك والكلام ده. وطبعا الكيكة بتاعتي هروح بقى أشربها شوية شاي معايا.